ريم وبربري وفرح رشدي، والموضوع الكبير اللي واضح بشكل قوي جدا والصفحات بتتكلم فيه على السوشيال ميديا. هل الموضوع ده مهم؟ جدا 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 جدا، وبيعتبر من اهم الحاجات اللي الواحد ممكن يتكلم فيها. ليه بقى؟ واحده بواحده كده وبالراحه. اما بخش على على الفيسبوك عادي، او تخش على اي موقع التواصل، الموضوع ده منتشر قوي دلوقتي. كله عمال يتكلم مين ريم ومين بربري، وليه بربري طلق ريم، وليه ريم مش عارفه بربري تخطاها وجوز واحده تانية، ولا راح يرتبط بواحده تانية، وفين التخطي وفين الحب وفين العشره والكلام اللي زي كده. طب انا يخصني ايه في الموضوع ده؟ يعني انت تتكلم في الموضوع ده يخصني ليه؟ كذا حاجه. واحد، ودي من اهم الحاجات ومن اخطر الحاجات اللي موجوده: لا تجعل حياتك الشخصيه محتوى على السوشيال ميديا. تاني، لا تجعل حياتك الشخصيه محتوى على السوشيال ميديا. ليه بقى؟ اقول لك ليه. اللي بيحصل ان كتير من الناس بيفتحوا قنوات على اليوتيوب، يلاقوا بقى ناس كتيره جدا خلوا حياتهم الشخصيه محتوى. خلوا حياتهم الشخصيه محتوى، والناس دي حققت شهرة وحققت فلوس وحققت اشتروا اللي هم عايزينه وساكنين في افضل حتة، والمحتوى بتاعهم انتشر. فيقول لك ايه بقى؟ طب ما انا كمان اجعل المحتوى الشخصي وحياتي محتوى على اليوتيوب او على الفيسبوك او على التيك توك او اي حاجة من الحاجات اللي زي كده. هنا بقى لازم نوضح لك الناس دي دفعوا تمن دقايق، ولازم نوضح لك الناس دي تعبانة ازاي دلوقتي. ليه بقى؟ ليه بقى؟ اللي بيحصل ان هم في البدايه بيبداوا يتشهروا عن طريق حاجات هم متفقين مع بعض عليها. يعني ايه؟ يعني حضرتك مثلا نعمل حوار مع بعض، هنتخطب، هنتجوز، هنتطلق، حصل مشكله في الخطوبه، حصل مشكله مش عارفه فين، مش عارف مين خان مين، مين ضرب مين، مين زعل مين، في حد اتدخل، في حد ضحك على مين، ورجعنا تاني وعشنا في حياته وثبات ونبات والدنيا بقت سعيده، وحصلت مشكله ده في حد غيران من حد، وندخل العيله كلها في بعضها. وده كله في البدايه بيبقى شغل تمثيل. كله في البدايه، لاحظوا كلمه في البدايه، بيبقى شغل تمثيل. بيجيبوا فلوس، بيركبوا الترند، بيحققوا مبالغ ماليه كبيره جدا وبيحققوا اللي هم عايزينه. ايه بقى اللي بعد كده؟ من هنا بقى نبدا في السواد. خلاص يا جماعه زي الفل، الراجل بيبقى مبسوط انه، او هم مبسوطين ان هم عملوا فولورز وكاسبين الترند والناس كلها بتتكلم عليه. هو يفتح اي صفحه يلاقي قصه حياته واسرته اللي هو مؤلفها مش حقيقيه منتشره على السوشيال ميديا. طب ده جميل قوي، ده انا حققت اللي انا عايزه، وفي كده كده كذا سبونسر يجي لي وادخل اعلانات وادخل فلوس وتمام. بعد كده بقى بيبدا السواد مع الشهره بقى. 99% من اللي عملوا محتوى حياتهم الشخصيه كلهم بيعانوا نفسيا، وانا اعتقد ان كلهم بيروحوا عند دكاتره نفسيين، وكلهم عندهم مشاكل، كلهم بلا استثناء، ومشاكل صعبه جدا. وغالبا الحياه بتاعتهم بتنفصل او بينفصلوا عن بعض، او بتحصل كارثه من الكوارث اللي بتخلي حياتهم بقت سودة. مش عايز اقول لك كلهم، 99%. ايه بقى المصيبه؟ المصيبه يا باشا ان دلوقتي فعليا حصل حاجه زي طلاق بجد، او حصل انفصال بحقه حقيقي، مش مش تمثيل. انت بتكتشف مصيبه بتحصل، ان كل الناس بتتكلم عليك. انت عايز تقول لهم يا جماعه ما حدش ليه فيه، انا وهي انفصلنا، انتوا مالكم؟ وبتلاقي هجوم غريب عليك بشكل مخيف، وبشكل في كل مكان. انت مش قادر تتحرك من مكانك. يعني مش عايز اقول لك انت مش قادر تخرج. عارف انت في مرحله انك مش قادر تطلع من بيتكم، او انت في الوضع ده. انت في اي مكان تروحه تلاقي ناس، حد يجي يكلمك. يعني مثلا واحده مثلا متطلقه مثلا، تلاقي واحد جاي او واحده جايه لها: ازيك يا حبيبتي عامله ايه، والله ربنا معاكي، انت اتطلقتي ليه، وايه اسباب الطلاق، ومش عارفه مين. انت مالك؟ انت مالك؟ وتلاقي بيدخلوا نفسهم في حاجات هم ما يخصوهاش. انت بتتكلمش مثلا على شريحه معينه من الناس في مكان معروف فيه، لا ده كل مكان.
لدرجة تمنعك انك تطلع من قلب بيتكم، لدرجة انك حتى مش قادر تفتح الموبايل والسوشيال ميديا اللي بالنسبة لك اصبحت وسيلة تدخلك فلوس، اصبحت نقمة عليك لاقصى درجة. لانك كل ما تفتح بوست او كل ما تفتح الفيسبوك او كل ما تفتح السوشيال ميديا تلاقي ناس بتتكلم عليك وبتألف عليك قصص سواء حقيقية او مش حقيقية، وانت مش قادر، انت خلاص انت انهارت نفسيا. يا جماعة انتوا مالكم بتدخلوا في حياتي ليه؟ بس هنا يا باشا انت ما بتقدرش تقفل الموضوع، ما بتقدرش تقفله، لانك كل مكان كل وقت سوشيال ميديا، نت، واقع، خرجت في مطعم، مشيت في الشارع، بتلعب رياضة، يعني مش عايز اقولك لو نايم هتلاقي حد يكلمك في الموضوع اللي بيوجعك واللي انت مش عايز تتكلم عليه. فالفلوس اللي انت عملتها دي كلها والثروة اللي انت عملتها كلها والكل اللي انت عملته ده من حياتك انقلب عليك لسجن، وبتبقى في أسوأ الأحوال. وبنشوفهم بقى في الوضع ده بيطلعوا يا جماعة يدافعوا عن نفسهم وبيقولوا يا جماعة مالكوش دعوة. بتسمع الراجل أو الست عايز يقول مالكوش، محدش يتكلم، انتوا مالكم، انتوا بتوجعوني، محدش يتكلم. وبرغم من كده بتلاقي ناس برضو بتتكلم، وبرغم من كده بتلاقي الموضوع بيكبر وتبقى حياتك في منتهى التعاسة. فنصيحة والله يا جماعة، أي حد ما تعملش محتوى بتاعك شخصي، اوعى تعمل المحتوى الشخصي بتاعك، اوعى، حتى لو بملايين الدنيا. حياتك الشخصية لا تقدر بتمن، اسرارك لا تقدر بتمن، لا تقدر بتمن. انت لو انت مفكر انك هتدفعه ومش تاخد قصاده عقوبات ومشاكل كبيرة في المستقبل فانت غلطان وغلط رهيب. النقطة التانية يا جماعة بالله عليكم، حياتك الشخصية والشغل، افصل ما بين حياتك الشخصية وما بين الشغل، افصل ما بينهم تماما. يعني انت لو بتشتغل حتى مش على السوشيال ميديا، في اي مكان ما تحكيش لحد اسرار بيتك، ما تحكيش يعني انا مش عايز اقول لك ما تعرفش حد انت ساكن فين اصلا. يعني عايز تعزم حد اعزمه بره البيت، ما تعرفش حد انت قاعد فين وبتاكل ايه وبتشرب ايه وعايش مع مين، متجوز مش متجوز، ما تدخلش حد في حياتك، لان الزمن اللي احنا فيه ده من زمن مش كويس وتدفع الثمن ده غالي. يعني اكتر من كده خلي حياتك الشخصية دي خط احمر محدش يعرفه، هترتاح وهتريح. دخلت ناس في حياتك الشخصية سواء وخصوصا في الشغل هتدفع ثمن غالي جدا جدا جدا. واخر حاجة في الفيديو اقولها لكم يا جماعة الخير، والله حياتك الشخصية واسرارك الشخصية ومشاكلك الشخصية ما تخليش حد يعرف بيها خالص نهائيا، لان تمنها غالي جدا، يعني لا تقدر بتمن، اغلى من ملايين من الدولارات، اكتر من كده. ومش هتعرف قيمة الكلام ده غير عند الناس اللي هم فتحوا حياتهم الشخصية للناس وبيعانوا اشد الالم وبيتمنوا لو ثانية واحدة ترجع لورا وما كانوش حكوا ولا اتكلموا ولا طلعوا.